السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي؟ اليوم سوف أقدم لكم قصة مرعبة قصيرة، وهذه لأول مرة. وأخبروني بعد نهاية القصة ما رأيكم فيها وما رأيكم في الفكرة الجديدة. أنتظر آراءكم وأتمنى لكم سماعا جميلا ومرعبا لكم. فنبدأ. في مدينة صغيرة تعود إلى سنوات التسعينات، كانت هناك صالة ألعاب قديمة تدعى ببوابة الموت. كانت هذه الصالة تحتوي على ألعاب أوركيد كلاسيكية، لكن واحدة منها كانت ملفتة للانتباه بشكل خاص، لعبة تسمى سجن الكوابيس. الأسطورة تقول أن سجن الكوابيس كانت لعبة غير عادية، حيث يقال أن من يلعبها يصبح محاصرا في عالم اللعبة إذا خسر، ولن يتمكن من العودة إلى الواقع. وكان معظم الناس يعتبرونها مجرد خرافة، لكن القليل من القرويين كانوا يتجنبون الاقتراب منها. وذات يوم دخل مراهق يدعى آدم إلى الصالة متحمسا لتجربة سجن الكوابيس. كان آدم شابا شجاعا ومحبا للتحديات، ولم يصدق أبدا تلك الأساطير المخيفة. استأجر لعبة الأوركيد ودفع النقود بلهفة، ثم بدأ اللعب. في البداية كانت اللعبة تبدو طبيعية، كانت عبارة عن مغامرة مظلمة حيث يجب على اللاعب الهروب من زنزانة مليئة بالأفخاخ والأعداء. لكن مع تقدم اللعبة بدأت الأمور تتغير بشكل غريب. أصبحت الألوان أكثر قتامة، وظهرت أصوات غير مألوفة، وكانت اللعبة بدأت تأخذ طابعا أكثر رعبا. ثم حدث شيء غير متوقع عندما وصلت اللعبة إلى مرحلة حرجة. اختفى جهاز التحكم من يدي، وشاشة اللعب أصبحت مظلمة تماما. بدأت أصوات صرخات مزعجة تتعالى من الشاشة، وأصبح آدم محاطا بهالة ضبابية. تدور القصة حول هذا الضباب الذي سحب آدم إلى عالم اللعبة نفسه. وجد نفسه في زنزانة مظلمة، وكان هناك جدرانا تشبه تلك الموجودة في اللعبة، لكن المظاهر كانت أكثر وحشية وواقعية. بدأت شخصيات اللعبة الهدوء تظهر، وكانت تشبه الكائنات التي قابلها في اللعبة، لكن بأساليب أكثر وحشية. تدور الأحداث بشكل مروع، حيث يحاول آدم الهروب من هذا السجن الرهيب. في رحلته يكتشف أن هذا العالم هو في الحقيقة عالم عالق للأرواح التي خسرت في اللعبة من قبل. كانت اللعبة عبارة عن فخ مصمم لجذب اللاعبين إلى هذا العالم وتورطهم فيها إلى الأبد. كلما حاول آدم الهروب كانت تظهر له رؤى من عالمه الحقيقية، حيث كان أصدقاؤه وأسرته يبحثون عنه بقلق. لكن كلما زادت محاولته للهروب زادت المصاعب التي يواجهها. أخيرا، بعد مواجهة العديد من التحديات الرهيبة، اكتشف آدم سر اللعبة. كانت هناك طريقة للهروب، لكن تتطلب تضحيات كبيرة. كان يجب عليه تقديم جزء من روحه حتى يتمكن من العودة إلى العالم الحقيقي. تدور القصة إلى نهاية مثيرة، حيث يتمكن آدم من العودة إلى الصالة، لكنه يعود بشخصية مختلفة، وعيناه تحملان نظرة معقدة ومرعبة. يبدأ في التحذير من اللعبة، لكن تحذيراته تقابل بالرفض باعتبارها مجرد خرافة. ومع ذلك يستمر الغموض حول اللعبة ووجودها، وتظل بوابة الرعب مغلقة منذ ذلك اليوم، مذكرة بجزء مظلم من الماضي لا ينسى. أتمنى يا أصدقائي أن تكون القصة أعجبتكم. أخبروني في التعليقات برأيكم بهذه القصة، وهل تريدون المزيد أم لا، وما رأيكم في فكرة جديدة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأحلاما مرعبة، ونراكم على خير.